نجيب ساويرس يوجه رسالة قوية للحكومة. مشكلة الدولار مش هتتحل إلا لو بقى سعره في البنك هو نفس سعره في السوق الموازي. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس دايما كده بيحب يجيب من الآخر. ساويرس بيقول للحكومة بلاش نفضل نلف وندور حوالين المشكلة مع إن حلها واضح وكلنا عارفينه، ومن الآخر كده محدش هيقدر يغلب السوق. نجيب ساويرس وجه رسالة قوية لمن يدلون بدلوهم بدون معرفة أو علم في مسألة سعر الصرف اللي هو يعني سعر الدولار مقابل الجنيه. ساويرس بيقول إن ألف باء اقتصاد بيقول إن السوق عرض وطلب، وهي دي أقدم قاعدة في الاقتصاد والسوق، وأنا بطالب الجميع إنهم يرجعوا للقاعدة البديهية دي، وكفايانا بقى فزلكة لأن محدش هيقدر يغلب السوق. وأكد ساويرس إن التأخير في القرارات المطلوبة مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نحن فيه، وأي محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض الدولار بسعر أقل من السوق السوداء لن يحالفها النجاح. فالحل الصحيح هو البداية من سعر السوق السوداء، وبعد كده ممكن ينزل تدريجيا بعد وجود عرض، فكل من لديه دولار سوف يوافق على البيع عبر القنوات الرسمية لو تساوى السعرين. يعني لازم أول حاجة تتعمل إن سعر الدولار في البنوك يتساوى مع سعره في السوق السوداء، وبعدين نبدأ نتكلم. حذر ساويرس الحكومة المصرية من إن هي تتجه لاستخدام حلول بالقبضة العنيفة ضد السوق الموازي، لأن هذا سيتسبب في إن هم هيخترعوا طرق جديدة من الاحتيال. وإذا فقد المتعاملون في السوق السوداء الأمل فإنهم سيخرجون، أي إن الدولار لن يدخل مصر أصلاً. لذلك يجب أن يكون الحل بمحفزات وتوفير البديل. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، وبحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والبنوك المصرية بلغ نحو 30 جنيه و75 قرش للشراء و30 جنيه و85 قرش للبيع، في حين أن سعر الدولار في السوق الموازي تخطى 70 جنيه بيع وشراء، وهذا أمر غير منطقي يجب سرعة التعامل معه بعيداً عن الفزلكة والعنترية. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.